السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية في فيديو جديد من أمام آيا صوفيا. طيب، فيديو النهاردة مختلف شوية. احنا مش هنتكلم عن معلومات أو حاجات حياتية في تركيا أو في اسطنبول، ولكن هنتكلم عن أسئلة الناس. هقول لكم الناس سألتني إيه ونجاوب على الأسئلة دي مرة واحدة، ونجاوب على شوية منهم بحيث إن كل سؤال يفتح معانا موضوع وتفهموا منه حاجات أكتر في اسطنبول. تمام. الأسئلة دي بتجيلي على أكاونت انستجرام، سواء من الستوريز اللي أنا بنزلها أو بتجيلي على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. فخلينا نبدأ كده بأول سؤال. طيب، أول سؤال جاي يقول لي: في تركيا الناس كلها بتتكلم عربي؟ طيب، مش عارف هتصدقوا ولا لا، بس في 5 مدن في جنوب تركيا بيتكلموا عربي. مش هقدر اقول لكم اسمائهم كلهم، مش فاكرهم كلهم يعني. منهم مدينه اسمها ماردين، منهم مدينه اسمها انطاكيا. ان هم يعني قريبين جدا لسوريا، فبيتكلموا عربي حلو جدا مع التركي. ولكن هنا في اسطنبول للاسف تركي بس، قليل لما تلاقي عرب، لان العربي من العرب مش من الاتراك نفسهم. طيب، السؤال الثاني: بتتعاملوا بالليرة ولا بالدولار؟ احنا بنتعامل هنا بالليرة. حتى لو انت من السياح بتروح تغير العملة بتاعتك من الدولار للليرة وتتعامل بيها. هتلاقي الصرافات موجودة في كل حتة في اسطنبول، في كل حتة في تركيا. تقدر ان انت تشتري اللي انت عايزه وتقدر تتعامل بيها، تقدر تغير منها لكل مكان. طيب، في سؤال بيقول لي: هو الاكل كله شاورما وكباب ولا لا؟ بصراحة لا، مش الأكل كله شاورما وكباب. في أكلات تانية كتير، والمطبخ التركي مطبخ غني جدا ومشهور جدا بالأكلات المتنوعة بتاعته. ولكن الأشهر اللي بيتصدر في الانستجرام والريلز محلات الكباب والشاورما، ولكن في حاجات تانية كتير جدا جدا. الأتراك ما بياكلوش كباب وشاورما كل يوم أصلا. في سؤال تاني: ينفع أعيش في تركيا من غير ما أتعلم تركي خالص؟ طيب، السؤال ده يتوقف على أنت هتعمل إيه. يعني والله لو حضرتك قاعد في تركيا بتشتغل في شركة أجنبية تتعامل بيها بالإنجليزي مثلا، فأنت مش محتاج إن أنت تتعلم تركي، لأن خلاص شغلك بتتعامل فيه بالإنجليش. ولو جت على إن أنت تشتري حاجة من محل أكل وشرب أو لبس فهتمشي نفسك. تمام، ممكن ما تحتاجش التركي أوي. لكن لو أنت خلاص ما لقيتش مثلا شركات بتتعامل باللغة الإنجليزية وعايز تنزل شغل وعايز تعرف تتواصل مع البياعين، تعرف تفاصل، تروح تجيب تعمل، لازم تتعلم تركي، لان محدش هنا بيتكلم لا لغه انجليش ولا عربي، للاسف كله تركي فقط. فالتركي مهم جدا 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 في تركيا، وبالذات في التعاملات الحكوميه. رايح بقى تخلص ورق، اتصلت عليك اداره الهجره بيسالوك عن حاجه تعرف ترد عليهم. فالحاجات دي كلها محتاجه ان انت تكون بتتكلم تركي كويس. طيب، في سؤال تاني. السؤال ده حلو، بيقول لك: هل كل البنات هنا شبه الممثلات؟ الإجابة لأ، مش كله شبه الممثلات، ومش كل الولاد شبه الممثلين الأتراك. ونفس الكلام في أي حتة في الدنيا، حتى في مصر عندنا مش كل الولاد شبه أحمد السقا وأحمد عز، ومش كل البنات شبه الممثلين. الممثلين والممثلات دول مهنة هم بيختاروا فيهم يعني احسن ناس في كل حاجه عشان يظهروا قدامك على الشاشه، ولكن مش كل الناس الاتراك او مش كل المواطنين شبههم. طبعا الاتراك ناس حلوه جدا، سواء ولاد وبنات كويسين ولكن مش كلهم شبه الاتراك، مش كلهم شبه الممثلين اللي بيظهروا في المسلسلات. حاجات تانية خالص، وانت ماشي في الشارع هتشوف يعني حاجه غير اللي انت شفتها في المسلسلات نهائيا. طيب، في سؤال تاني: هل تركيا امان ولا ممكن تسرق في الشارع؟ طيب، مش هقول لك ان انت ممكن ما تسرقش، عشان في ناس صحابي هيشوفوا الفيديو دوت وهم اتسرقوا في تركيا وهيرجعوا يقولوا لي لا انت كداب. ولكن مفيش اي حته في العالم مش هتتسرق فيها. لو انت نصيبك تتسرق هتتسرق، ولكن ممكن نقدر نقول نسبه الامان قد ايه. والله نسبه الامان ان انت في كل شارع بتدخله هنا في تركيا في عربيه شرطه، في دوريه شرطه ماشيه، بوليس في كل مكان. اي حته هتروحها هتلاقي شرطه، فالنقطه دي ما تقلقش منها يعني. ولكن في مناطق بتبقى زحمه جدا، ممكن اقول لك تحرص منها
وانت ماشي، زي تقسيم مثلا شارع الاستقلال بتاع الحاجات الزحمه قوي قوي دي فيها ممكن سرقه وكده، فانت حرص منها وانت ماشي يعني، ولكن الشرطه موجوده في كل مكان في الشوارع يعني. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال ده هنتكلم فيه شويه حلوين. هل فعلا كل حاجه رخيصه زي ما بيقولوا؟ طيب كل حاجه رخيصه زي ما بيقولوا على حسب هما بيقولوا على ايه. ده اولا، لان ناس كتير قوي لسه واخده الفكره عن ان والله اللبس في تركيا رخيص، انا اروح اجيب لبس من تركيا، اللبس في تركيا رخيص، وانا لو سافرت ورحت جبت لبس اهون من ان انا، في ناس بتفكر كده، من ان انا اجيب في بلدي يعني. المهم النقطه ان الكلام ده صح، ولكن من 5 سنين مثلا. الكلام ده صح ولكن من 5 سنين. دلوقتي يا جماعه الدنيا غليت، و العمله كل مدى الدولار بيرفع هنا، وكل مدى الاسعار بتغلى. حتى الناس اللي عايشه هنا ممكن تسالوا لو ليكوا حد تعرفوهم هنا، الحاجه هنا بقت غاليه جدا، حتى اللبس غالي. فممكن الاتراك والله لو كانوا بيشتروا في الشهر، او الناس اللي بتيجي لو كانت بتنزل تشتري كل شهر مثلا حاجات ب5 6000 ليره زمان، ويقول لك ده رخيص ومش عارف ايه، لا دلوقتي هو مش هيعرف يشتري بنص المبلغ يعني. لان الاولى من انه يشتري هدوم انه ياكل ويشرب ويدفع ايجاره ويدفع فاتوره التليفون والحاجات دي. الحاجات بقت غاليه هنا في تركيا بشكل يعني ربنا يعين الناس اللي عايشه هنا، تمام، من ايجارات ومن المواضيع، بالذات الايجارات في اسطنبول غاليه جدا. فاللبس ما بقاش رخيص، ستيل ماشي رخيص، مش هقول لك لا رخيص، ولكن مش زي زمان، مش زي زمان، عشان نبقى جاوبنا اجابه مفيده، مش زي زمان. في سؤال تاني جاي بيقول هل الاتراك بيحبوا، السؤال ده هنختم بيه بقى، هل الاتراك بيحبوا العرب ولا لا؟ الاتراك بيحبوا العرب، الاتراك ما بيحبوش العرب. الجملتين في حته واحده. ليه؟ لان صوابعك مش زي بعضها، في اي مكان هتلاقي الحلو وهتلاقي الوحش. في تركيا هتلاقي ناس بتحب العرب وهتلاقي ناس بتكره العرب. في مصر هتلاقي ناس بتحب مثلا، مش عايز اقول عرق معين، بس هتلاقي ناس بتحب البيض ما بيحبوش السود، بيحبوا كذا ما بيحبوش كذا. في امريكا ناس بيحبوا كذا ما بيحبوش كذا، في مش عارف فين ناس ف للاسف يا جماعه الحاجات دي موجوده في كل بلاد العالم، والعنصريه موجوده. فما اقدرش اعمم ده على حته معينه واقول لك كل الناس وحشه، لا مش كل الناس وحشه. انا معايا الناس اللي انا عرفتها هنا في تركيا من ساعه ما جيت، واللي معايا في الشغل ناس في قمه الادب والذوق والاخلاق، وناس تقف جنبك ومعاك، ولو عندك مشكله يجري يحلها لك وبتاع، وهو مش مجبر انه يعمل ده. بس لا، الناس يعني على حسب. في غيري خالص يقدر يقول لك لا انا والله تجربتي كانت مختلفه وحصل معايا 1 2 3 فما حبيتش البلد، ما حبيتش المنطقه. كل واحد وتجربته يا جماعه، كل واحد والمواقف اللي بتحصل معاه، ومش كل الناس وحشه. وهرجع اقول صوابعك مش زي بعضها، في حلو وفي الوحش. طيب ده اخر سؤال، وخلينا نعمل بقى فيديو جزء تاني من موضوع الاسئله ده. اشوفكم في فيديو جديد، وكان معاكم محمد عطيه من امام اي صفحه. سلام.